الهلال السوداني اتحداك تقدر تعمل تفتوفه من اللي عملته مع النادي الاهلي مع القطن الكاميروني. اتحداك تقدر تعمل تفتوفه من اللي عملته مع النادي الاهلي مع صن داونز، وصن داونز لسه لبك 1-0 على ارضه وهيجي يلبك 1-0 تاني على ارضك. اتحداك تقدر تفوز على القطن الكاميروني عندك في السودان. مش هتقدر تفوز على القطن الكاميروني والمباراه قريبه مش بعيد. مش هتقدر تعمل نسبه 1% من اللي عملته مع النادي الاهلي مع القطن الكاميروني او مع صن داونز خالص نهائيا بتاتا، لانك انت عارف وفاهم ان النادي الاهلي هو البطل، هو اسد القاره، هو نادي القرن. مش هينزل لمستواك ويعاملك بنفس المعامله اللي انت عاملته بها نهائيا. ولكن النهارده فين اطباء او نقابه الاطباء السودانيين من طبيب الهلال السوداني؟ فين اتحاد الكوره السوداني؟ فين الهلال السوداني ذات نفسه ما يعملش اعتذار ليه للنادي الاهلي؟ فين اتحاد الكره السوداني ما يعملش اعتذار ليه لاتحاد الكره المصري؟ فين نقابه الاطباء ليه ما توقفش الطبيب الهلال السوداني دون لحد دلوقتي؟ يبقى مستني ايه من الاهلي؟ منتظر ايه؟ لازم الاهلي يعمل شكوى ضد الهلال السوداني على فعل طبيب الهلال السوداني واللي حصل بعد المباراه للاعيبه النادي الاهلي من الجهاز الفني للهلال السوداني. شفت على لطفي واللي حصل له، الراجل بكل قيمه ساب الموضوع وسكت، وعارف ان اداره النادي الاهلي مش هتسيبه. اداره النادي الاهلي لازم تقف معاه. اداره النادي الاهلي مش هتسيب حق الاهلي او حق الجرم اللي عمله طبيب الهلال السوداني في محمد عبد المنعم. لما اداره النادي الاهلي مش ساكته ومش نايمه ومش هتسيب حق لاعيبتها والجرم اللي حصل لهم في السودان من فعل الطبيب السوداني اللي نازل ارض الملعب متعصب اكتر من اللعيبه ذاتها. نازل ارض الملعب وهو عاوز يعمل اصابه لاي لاعب من النادي الاهلي. لا، اداره الاهلي واعيه، اداره الاهلي مش هتسيب السودان، اداره النادي الاهلي مش هتسيب الهلال السوداني، لان اللي حصل جرم كبير في حق كره القدم، في حق مهنه الطبيب. لان الاهلي فوق، الاهلي بطل القاره، الاهلي اسد القاره، الاهلي ناضي القرن، وانت عارف كده كويس. وانت عارف ان النادي الاهلي كبير ومش هينزل لمستواك في الفعله اللي انت تفعلها دي، لان النادي الاهلي متطلع لفوق، مش هينزل للصغار اللي زيك اللي بيعمل الحركات دي عاوز يكسب المباراه باي طريقه ان كانت. والاهلي كبير مش هينزل لمستوانا. لا، الاهلي بياخد حقه بمستواك بس بالقانون، مش هياخد حقه معاك بان يضرب زيك الطبيب بتاعه يرش مخدر على لعيبتك. مش هيعمل كده النادي الاهلي ولا جماهير الاهلي تعمل اللي تعمله حضرتك. انت حاليا بدون جماهير، يبقى تركز مع ناديك وتركز مع نفسك، ولا تفعل جرم تاني عشان خاطر الجماهير ممنوعه منك؟ مش تشوف نفسك ليه الفيفا واقفاك بدون جماهير؟ الاهلي لعب مباراتين قبل الهلال السوداني، بس فين؟ في كاس العالم للانديه قابل ريال مدريد واتهزم باداء مشرف، قابل فلامينجو واتهزم باداء مشرف وفوق المشرف كمان. لولا ان الحكم طرد خالد عبد الفتاح ظلما وبهتانا لكان النادي الاهلي خد ثالث العالم السنه دي. وعلى فكره مصطفى غربال بعد ما شاف المباراه مره ثانيه قدم اعتذار للنادي الاهلي على انه طرد خالد عبد الفتاح من المباراه. السودان بقى او الهلال السوداني بقى مكابر من فعل الطبيب اللي عمل كده في محمد عبد المنعم. الهلال السوداني بقى مكابر على فعل الطبيب السوداني ومشكلته مع كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي ولكمته باليد. اتحاد الكره السوداني مش عاوز يتدخل في الموضوع ولا يبعت اعتذار لاتحاد الكره المصري. نقابه الاطباء السودانيه مش عاوزه تشغل بالها بالجرم اللي عمله الطبيب او طبيب الهلال السوداني في حق اللاعب محمد عبد المنعم. يبقى عاوز الاهلي يسيب حقه ازاي؟ لازم الاهلي ياخد حق اللعيبه دي ان شاء الله حتى الهلال السوداني يتوقف خالص.